تفتكر ايه اللي يخلي شقتك تزيد او تقل مع الوقت؟ خليك معايا عشان هقولك دلوقتي على 8 عوامل لو توفروا في المنطقة اللي انت بتشتري فيها سعر شقتك يزيد او يقل معاهم. اول عامل البنية التحتية، ده عامل مهم جدا لاستدامة اي منطقة، ولازم يكون فيها شبكة مواصلات قوية جدا وبنية تحتية قوية علشان يبقى فيها استدامة وتحقق لك اعلى عائد على الاستثمار. يعني لو اتكلمنا عن العاصمة الإدارية النهاردة، شوف اول ما بدأت كانت بأسعار كام والنهاردة وصلت لكام. ده بسبب ايه؟ بسبب شبكة الطرق والمواصلات القوية اللي موجودة فيها. تاني عامل سهولة الوصول والاتصال، وده دايما بيتحقق من قرب المناطق للمحاور الرئيسية وسهولة الوصول ليها بالشبكات المختلفة للمواصلات والطرق. تالت عامل المحركات الاقتصادية، إن المنطقة يبقى متواجد حواليها شركات أو مدن اقتصادية أو مدن صناعية، وده بيزود عدد الوافدين للمنطقة فبيرفع الإيجارات. رابع عامل الكثافة السكانية والطلب على المنطقة. عندك منطقة زي التجمع الخامس ليه أسعارها بتزيد بقوة؟ لأن دايما المطروح فيها أقل من الطلب اللي عليها بسبب الكثافة السكانية والهجوم على الشراء فيها. عامل مهم جدا طبعا هو قرار الدولة والسياسات الاقتصادية. لو الدولة اتجاهاتها للمنطقة اللي انت بتشتري فيها وبتنميها وبتعظم من الاستثمار فيها، ده مهم جدا ليك كعامل. النشاط التجاري طبعا ده مهم جدا وقوي جدا، وده بيحققه دايما الكثافة السكانية. فالنهاردة لو المكان فيه خدمات وفيه محلات تجارية بتوفر لك خدماتك اليومية، ده عامل مهم جدا للنمو. سابع عامل طبعا نمط الحياة والخدمات. لازم المكان يبقى فيه مستشفيات، لازم المكان يبقى فيه أماكن للخدمات الحكومية. لو ده موجود تعرف على طول ان المنطقه تفضل في نمو مستمر. اخر عامل طبعا حجم المعروض وسرعه التطوير. لو التطوير سريع في المنطقه، الكلام ده بيوديها الخدمات اسرع وبيوديها الكثافه سكانيه اعلى. لو محتاج تعرف المنطقه اللي انت بتدور فيها سعرها هيزيد ولا لا، ابعت لي في الدي ام وانا هجاوبك.